فيلم ألف مبروك هو فيلم جد جدا بس مغلف بالكوميديا، وببساطة تقدر تحس بده من البوستر المعبر جدا. هو عبارة عن شخصية أحمد اللي هي في البوستر هو عريس وبيسلم على الناس من التابوت، يعني هو شخص ميت بس هو مبتسم مع ذلك، يعني فالدنيا قشطه. نبقى نعلقه جنب اخواته فيلم زكي شان اهو. بس لما نوصل لحته ليه الفيلم ده اتسمى الف مبروك اصلا، فخليك معايا بقى لحد ما نعلقه. وفكره ان احمد حلمي طالع بشخصيه اسمها احمد عشان ما نحسش ببعد ويبقى احمد حلمي حقيقي فعلا لان انت اسمه احمد، وان هم بقيه الممثلين اللي معاهم يكونوا وجوه جديده عشان تحس فعلا اللي بتتفرج عليه ده حقيقي او واقعي، مع ان الفيلم كله اصلا خيال. قلت له ما تيجي نجيب وجوه جديده، وده السبب اللي انا طلعت فيه في الفيلم باسمي، طلعت احمد عشان كان نفسي الفيلم ده يوصل للناس انه يحسوا انه كانه حقيقي، فيغوط اكتر ويغرس اكتر. واول حاجه في الفيلم ناس كتير جدا وبيتجمعوا وبيتكتب الفيلم اسمه الف مبروك، دي ليها معنى بيفسروا المشهد اللي بعده على طول، وهو ان الفيلم بيبدا بجزم، يعني مش بنشوف الشخصيات دي وشوشها. ده معناه ايه بقى يا معلم؟ ده معناه ان هو عايز يجردك من الشخصيه. شفت انت في البلاغه يقول لك اسم النكره يفيد العموم والشمول، اهو ده بقى العموم والشمول بس في لغه السينما. تجيب لي رجل الناس بس، اشخاص كتير عمال تجيبهم من رجلهم بس عشان يخليك ما تشخصنهاش مع احمد، ده انت ممكن انت اصلا تكون احمد، ويخليك تفكر ان الشخصيه دي ممكن تمشي معاك مش على احمد بس، احمد او حسين او خيري او ابراهيم، اي حد. لحد بقى ما بيظهر وش البطل من على رجليه من على المكتب، بعد الكاميرا بتقرب عليه كده، معناها ايه؟ العظمه، فاهم؟ هو شايف نفسه عظيم. بعد كده بنلاقي ان ابوه بيتصل بيه يقول له انت خدت عربيتي ليه؟ ده انا كنت هروح اودي امك المستشفى. يا ابني كنت عايز اودي امك للدكتور. ليه مالها؟ ثانيه واحده. الو. مش بيدي اي اهتمام لانهم راح المستشفى، بيرد على مكالمه تانية اصلا بتاعت شغل، فابوه بيقول له هاخد عربيتك. لا بابا بلاش عربيتي عشان عايز اتغير زيت، معلش خد ميكروباص او تاكسي. هو خايف على عربيته اكتر ما هو خايف على امه او عيلته، وامه بعد كده تتصل بيه عشان عايزه منه دواء. الو يا ماما. ايوه حبيبي، معطلك؟ ده مش لاقيه جنبنا في الصيدليه، ممكن تجيبهولي أيوة. من اي صيدليه كبيره وانت راجع من الشغل؟ ايوه. خليك معايا ثانيه واحده هجيب لك اسم الدواء. بس هو ساب المكالمه شغاله وراح يطرد 5 من الشغل عشان دول بينقصوا من مرتبه 5% بس. مصطفى عندي خبر ليك مش حلو قوي. يا حبيبي اسم الدواء. الو احمد. يعني انت متخيل طرد ال5 دول عشان 5% من مرتبه بينقصوا بسببهم وعلى زمايله، بس هو طبعا يعني مش مهتم بزمايله، هو كان عشان نفسه. فانت عرفت من اول 4 دقايق ان الشخصيه دي نرجسيه واقرب للحقاره. اهلا يا صاحبي، انا محمد عادل والنهارده هنتكلم عن الف مبروك. بص احنا هنقعد نستخدم البوستر ده كتير لحد ما يتعلق، يعني انا فرحان بيهم بصراحه. الفيلم من اخراج احمد جلال، وده اسم الشخصيه اللي معانا في الفيلم، اسمها احمد جلال. والمخرج ده هو اللي اخرج فيلم كده رضا اللي كنا عملنا عنه حلقه، ممكن تقدر تروح تشوفها من الاي. ومن كتابه خالد دياب ومحمد دياب. خالد دياب ده اللي عمل فيلم زي عسل اسود، ومحمد دياب ده اللي عامل مون نايت في امريكا وعمل فيلم اشتباك، فيلم جامد جدا. فالفيلم ده فيه ناس فنيه عاليه جدا. المهم احمد ده بيرجع البيت وعروسته دي بتكلمه في التليفون وبتساله اسئله غريبه كده، اللي هو مين بيحب التاني اكتر. انت طبعا يا حبيبتي بتحبيني اكتر ما انا بحبك. وكان قاعد بيشوف حاجات في الشغل، هو شكله اصلا مش بيحب عروسته دي، هو بس متجوزها عشان شخص عظيم، فعيب ان هو يكون قاعد سنجل كل ده. فمعضله الفيلم بتبدا من المشهد ده، بتقول له ان الساعه هتعدي 12، ده اخر يوم ليك في العزوبيه، اتمنى امنيه. طبعا هو هزر في الاول، ببقى نفسي اشرب سيجار ونفسي ادوق طعمه، بس بعد كده الكاميرا بتيجي عليه كلوز وبيتمنى فعلا امنيه. اكتر امنيه نفسي فيها ايه؟ ان انا اعيش لحد ما يبقى عندي 100 سنه. وبيتمنى ان هو يعيش 100 سنة. واحمد بينام في اللقطة دي، وهنا بيبتدي الفيلم العظيم بصحيان احمد من على السرير. شوف هو كان نايم على الكنبة بس صحي على السرير، خليك فاكرها دي عشان نحتاجها في اخر الفيلم. وبيصحى من النوم على صوت زغروطة امه، وبنكتشف ان اساسا هو حياته بتتكرر او معادة كل يوم زي حياتنا بالظبط، كل يوم بيتعاد، هو اي حاجة بتعملها بتتعاد وبتتكرر. وتلاقي معظم الناس حوالينا تقول لك يا دي الجمعة للجمعة بتيجي بسرعة، لانك انت مش حاسس بحياتك من كتر ما هي بتتكرر. فهو اصلا عايش في حياة التكرار دي من قبل ما يتلهم بلعنة التكرار بقى الحقيقية، ان هو اليوم بالظبط يتكرر، ان هو بيصحى من النوم حافظ كلام امه وحافظ كلام ابوه من غير اي حاجه. خش بقى على الشعار. محدش عنده اي احساس بالمسؤوليه، محدش عنده اي احساس بالمسؤوليه. هو ده. المهم بنشوف يوم كامل من حياه احمد اللي بيطلع فيها وقح مع كل الناس، حتى الحلاق بتاع ابوه. مبروك يا استاذ احمد، عقبال ما نور شرف حلاقتك. احلم على قدك يا اسطى، انا متربي على الغالي ده وانا مستبيع زي ابويا. خلص يا عم خلص. وبيفكر في نفسه بس كانه هو الملاك اللي ما بيغلطش خالص، وفي نفس الوقت هو ابليس في حته ان هو شايف نفسه احسن واحد في الكون، وبيحكم على اي شخص بكل سهوله انه شخص مش كويس، حتى امه وابوه واخته وصاحبه، يعني عنده سوء الظن عالي حبتين. كل ده على فكره من اول يوم، من قبل ما لعنه التكرار دي تحصل، هو دي حياته وهي دي شخصيته. واول يوم ده هو اكتر مده عرض على الشاشه، لان دي الاحداث اللي هتتكرر معاه كل ما يموت.
احمد حلمي بقى كان بيدينا في اول يوم رياكشنات عاديه، الشخص الطبيعي اللي هو النرجسي ده عادي. المهم بقى تاني يوم لما بيتكرر ادينا رياكشنات التوتر والاستغراب والانكار، اللي هو ايه ده، لا اللي بيحصل ده اكيد مش حقيقي. حتى هو قال صريحه، قال ما هي ماما كل يوم يعني هتتغير. احمد حلمي كان عنده تحديات كوميديه ان الفيلم كل شويه بيتعاد بس مع ذلك بيضحك. ده اقل يوم عند احمد حلمي. تالت يوم بيتكرر معاه بيدينا احساس الصدمه بقى والخوف، وكنا بنشوف حاجات ثابته بتتكرر معاه مع تكرار اليوم، زي ان صباعه بيتعور، الكوره بتخبط في راسه، وان الساعه بتاعته بتقف. كل ده معانا في تكرار الايام، رابع مره وخامس مره وسادس مره، يوه كله. بس التالت ورابع مره وخامس مره بيتجرى منها الاحداث، خلاص مش لازم نشوف كل الاحداث كلها كامله. ساعات ممكن احمد يعمل حاجات احنا مش لازم المخرج يوريها لنا، لان احنا اوريدي حفظنا اليوم بتاعه عامل ازاي. بس مع كل مره اليوم بيتكرر احمد كان بيوصل بدري، يعني بيوصل بدري سنه عن اليوم اللي قبله. زي مره وصل لقى ان البنت بتاعت الريسبشن مش موجوده، فحس ايه ده اليوم اتغير، ولكن هو كان جاي بدري شويه عن المره اللي فاتت، وده بيخلي الصوره توضح له شويه او الحقيقه توضح اكتر شويه. بس هو برضو مع ذلك كان بيظن ظن سيء حتى لو رجع بدري. في مره تانية اللي كان بيلاقي فيها ان الكمبيوتر بتاعه مفتوح، وده كان بعد ما اخته خلصت مكالمه مع كريم، اللي بعد كده بيصحى مره بدري وبيقفشها وهي بتتكلم مع كريم اصلا. انا بتاعك السمك، قومي هنا. حاسه بالذنب ليه؟ فكل مرة بيموت فيها بيجي بدري أكتر والحقيقة بتوضح أكتر، ولكن لسه مازال رد فعل أحمد واحد، وده هو الواقع اللي كان بيتكلم عنه صاحبه، إن أنت تقدر تغير الواقع بس القدر لأ. والواقع هنا إن أحمد ده شخصية سيئة. أي حد في الدنيا ممكن يغير الواقع بسهولة، ليه؟ لأن الواقع ده بيحصل بسببنا، إنما اللي ما نقدرش نغيره القدر. ليه؟ لأنه بيحصل لنا. بس احمد افتكر ان تغيير الواقع ده هو انك تغير الاحداث اللي بتحصل في يومك وخلاص. اي تغيير يعني ان هو يقدر يعمل فرق، بس مش شرط يكون فرق ايجابي. هو ده اللي عمله، ان هو مره ما راحش الفرح، مره داس على الراجل اصلا، مره اتعصب وصار على كل الناس اللي بتتعادل اليوم معاها. ايه عمال يقول لك يا اشرف يا اشرف يا اشرف يا اشرف، ايه وانت في حد يتجوز واحده اسمها اشرف وده الكرسي اللي مضايقك اهو. وده كان في دماغه ان هو ده تغيير، ولكن الواقع فعلا الحقيقي هو احمد نفسه، ان هو شخص سيء. وده بقى اللي بيكتشفه في الاخر خالص بعد ما يكون مات كتير جدا ويكون عمل كل ردود الفعل السيئه، مش بيتبقى له غير انه يكون شخص كويس بس. هو ده بقى التغيير الحقيقي فعلا، ده تغيير الواقع، سبب ان هو بقى بيجي بدري وبتشوف الحقيقه اوضح. وان اخته دي كانت بتكلم كريم عشان تخلي كريم يقول لاحمد ويصارحه ان هو يتقدم لها. وحتى سواق التاكسي ركب معاه لحظه ولاده ابنه اللي هو ابن ال7 شهور ده، وطلع ده حقيقي فعلا، مش بيضحك عليه عشان ياخد منه اجره زياده ولا حاجه. يقعد شهر في حضانه ليه ان شاء الله؟ وعايزين الفلوس النهارده. فهو اول لما اتغير لشخص احسن كده هو غير الواقع. فنرجع تاني للجمله اللي قالها له صاحبه، محدش بيعرف يغير قدره يا كريم، لانه بيحصل لنا. الواقع هو اللي بيتغير لانه بيحصل بسببنا، والواقع بيقول ان احمد اخويا لا يمكن يتغير، والواقع ده احنا اللي بنتحكم فيه. فهو اتحكم في نفسه انه بقى يكون شخص كويس، فهنا كده هو نجح في تغيير الواقع. فهل بقى هينجح في تغيير القدر؟ فلما بيبقى شخص احسن بيصحى بقى من النوم. كان نايمه في اول الفيلم خالص على الكنبه لما كان بيكلم عروسته، بمعنى كده ان هو كل ده كان حلم، وهو حاليا صحي من الوهم اللي كان عايش فيه في الحقيقه، من غير لعنه ولا اي حاجه، لان حياته كلها كانت مبنيه على وهم ان هو جامد، وهم ان هو احسن من عيلته كلها واحسن من الناس. وصحي من الامنيه اللي اتمناها ان هو يعيش 100 سنه، وان هو كده على فكره فعلا هو عاش 100 سنه. كده بسبب العقاب ده هيتصرف تصرفات مع اهله واصحابه كلها حلوه جدا، هتخلي سيرته عايشه لاكتر من 100 سنه، لان اللي اتعلمه من اللعنه دي او العقاب ده ما كانش هيقدر يتعلمه حتى لو كان عاش 1000 سنه. عشان كده بقى الفيلم اسمه الف مبروك، بسبب ان احنا كعرب دايما بنبالغ، اللي هو مثلا انا اتصلت عليه مليون مره ما ردش، انا قلت له يعمل كده بدل المره 1000. فهنا دي الف مبروك دي صيغه مبالغه في تشبيه ان هو عاش 1000 سنه مش 100 بس كمان. وفي طبعا المعنى الواضح اللي ظاهر لينا كلنا ان الف مبروك دي تتقال للعريس في فرحه، الف مبروك. وممكن تاخدها كتفسير تاني ان 1000 دي يعني احمد ده في منه 1000، زي ما قلنا في اول الفيلم احمد وابراهيم وخليل وكده، فالتشبيهات كتير. فبما اني قلت لكم معنى اسم الفيلم فتعالوا نروح نعلقها. الحقيقه انا عندي مشكله مش عارف اعلقه فين، تحت ابو مكه ولا جنب فيلم زكي شان وفيلم لا لا لاند. حاسس انها كده بقت في سيمتريه، الف مبروك. فالمهم بعد ما بيصحى من الحلم ده كله او الفيلم ده كله، بيصحى بيشوف اخته بتتكلم مع كريم، بس المره دي ما بياخدش رد فعل سيء، بل بالعكس بيروح يتكلم معاه ويقول لها لو عايز تحكي لي حاجه قولي لي. ويكلم ابوه يقول له انت ليه سحبت المعاش، حلق شعره حبا ودعما لامه.
بس بعد كل حاجه حلوه كان بيعملها لهم كان بيحصل لهم حاجه من اللي كانت بتحصل له في الحلم. يعني زي اول ما اتكلم مع اخته اتعورت في صباعها، وبعد كده امه ساعتها وقفت، مش عارفه ذاتي واقفه من امبارح من النهارده الصبح اسف. وابوه الكوره خبطت فيه. يعني كل اللي كان بيحصل له حصل لاهله. وانا من رايي كده ان هم بقوا بيتشاركوا الوجع بتاع احمد اللي كان في الحلم، وبقوا بيتشاركوا فيه دلوقتي كعيله، وان هم دلوقتي بقوا عيله مترابطه ببعض. بس اللي احنا فهمناه كمشاهدين واللي احمد برضه فهمه ان كده هم اللي هيموتوا مكانه. فلما في اخر الفيلم بيوصل هو بدري وهم بيبقوا جايين متاخرين ويشوف العربيه اللي جايه دي، احمد بيقرر انه يضحي بنفسه عشان هم ما يموتوش مكانه. ده التفكير بتاع احمد، بس في الحقيقه ان احمد كان هيموت برضه لان ده قدر ما يقدرش يتحكم فيه. وبعدها احمد بيموت، ويجي احمد يقول لنا ايه؟ ما اعظم ان تكون غائبا حاضر عن ان تكون حاضرا غائب. وبكده يكون احمد عاش 100 سنه فعلا. الفيلم ده مش عباره عن مشاهد بتتكرر وخلاص زي ما الناس اول مره شافته افتكروه كده، وده كان ريسك كبير من احمد حلمي ان هو يعمل حاجه زي كده جديده في السينما المصريه بتاعتنا. بس اللي يخلي الفيلم ده يوصل للناس ان التيمه بتاعته هي التضحيه. واكتر واحد كان مضحي من اول الفيلم هو كان الاب، كان مضحي بان هو ياخد فلوس المعاش بدري وممكن يفتكروه حرامي، وده اللي حصل فعلا. كان شايل خبر او سر ان امه عيانه، وبقيت كل شخصيات الفيلم كانت بتضحي ما عدا احمد. حتى في المجازفه ما كانش بيجازف، هو كان شايف الحياه من منظور مختلف وبنظره كل حاجه بيشوفها قليله ممكن تكون هي دي الكسبانه، وهو دي قالها صريحه. في اسهم بيبقى الواحد فاكر انها خسرانه مع انها بتبقى قدام عينك، بس بتبقى فاهم انها خسرانه، مع انك لو فكرت شويه هتكتشف ان دي الاسهم الكسبانه اللي كان المفروض تراهن عليها من زمان. فرحلة شخصية أحمد اتغيرت، مش شكلا بس إن هو حلق بس، لا هو اتغير فعلا. الفيلم عبارة عن شخص مش حاسس باللي حواليه. ممكن نكون أنا وأنت بنعمل كده وإحنا مش واخدين بالنا، لأن شخصية أحمد دي ما كانتش واخدة بالها أصلا من تصرفاتها. فالفيلم ده معمول كل ده عشان يسألك هل أنت عايز تبقى زي أحمد؟ ولو أنت أحمد فعلا اتغير خليك مش أحمد، خليك شوف اسم تاني. فكرة الفيلم ده الناس بتقول إن هو مسروق، هو ده مقتبس من أسطورة إغريقية اللي هي سيزيف. ده كان عمل خطيئة فاختاروا له عقاب إن هو يشيل صخرة كبيرة جدا يطلع بيها أعلى الجبل، وأول لما يوصل تقوم واقعه ويرجع تاني يشيلها من الاول. ده الى الابد. يعني هو دلوقتي واحنا بنتكلم هو عمال يشيل الطوبه او دي ويرجع، عندهم يعني في الاغريق يعني مش عندنا. فالتكرار في حد ذاته لعنه، وده هو اللي مقتبس بيه من الفيلم. فما تقوليش بقى ان الفيلم ده مسروق من فيلم جراوند هوك داي او فيلم تريانجل او فيلم انمي او مؤخرا كمان بالم سبرينجز. دي حاجات كلها معموله من الاسطوره دي. ومشهد الموت اللي في الاخر ده بيجي لنا بموسيقى عمرو اسماعيل اللي كان عامل موسيقى فيلم زكي شان اللي عملنا فيديو عنه برضه، فاحنا عاملين عنه بوستر. موسيقى مديه الفيلم احساس جامد جدا، معليه من الفيلم. واداء التمثيلي بتاع احمد حلمي ده اظن مش سهل خالص في فيلم زي ده ان اي ممثل يعمل الدور ده. ليه بقى؟ لانك انت مطلوب منك تطلع كوميديا من مشاهد متكرره، فالنكته اللي بتتكرر ممكن ما تضحكش، ولكن احمد حلمي كل مره بيدي تصرفات مختلفه، رياكشنات مختلفه، ولو حاجه هتتكرر فبيقولها بطريقه مختلفه تخليك تضحك. فانا بيج فان لاحمد حلمي واتمنى في يوم اقابله. هو كان ليه سبب من اسباب ان انا اكمل في صناعه فيديوهات الافلام دي، لان اول فيديو عملته عن فيلم مخصوص كان فيلم زكي شان اللي ورايا ده، واستاذ احمد حلمي شاف الفيديو ده، وانا عمري ما كنت اتوقع ان الفيلم ده اصلا حتى هيجيب مشاهدات لانه كان فيلم قديم. لان استاذ احمد حلمي شاف الفيلم والناس عرفت ان احمد حلمي شافوا الفيلم، فده خلى الناس تتفرج، وحسيت ان انا ليا صوت لدرجه ان هو وصل للنجم الفيلم. فعشان كده حبي لزكي شان زاد اكتر، فطبعت البوستر بتاعه. وانا اراهن انك انت لو اتفرجت عليه اول مره وانت صغير او ما كنتش فاهمه وشفته تاني وانت فاهمه انك هتعيط. انا براهن على ده، لان انا فعلا لما فهمت الفيلم ده تلقائيا والله دموعي نزلت. وبس ده كل اللي كنت عايز اقوله النهارده في الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتبعت الفيديو لاصحابك لو بيحبوا فيلم الف مبروك، ولو مش بيحبوه ابعتوا لهم عشان يحبوه. شوف فيديوهات اللي فاتت وفعل زر الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بنزل فيديو كل يوم حد.